دستي خوكا من تنيل سرتختي. مساء الخير متابعينا ومستمعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5، أيضا مشاهدينا على صفحتنا بوير عربي صفحة الفيسبوك. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وضيفي عبر الهاتف الدكتور أحمد اختصاصي بالأمراض العصبية عند الأطفال. موضوعنا موضوع مهم كتير، هو أيضا تطور النطق الطبيعي عند الأطفال. نحن وأنتو رح نرحب الدكتور أحمد. دكتور أحمد، يسعد مساك. يسعد مساكم انتم متابعين. شكرا ل يعني اخذ قسط من وقتكم لحتى نفيد المستمعين والمتابعين اللي جوات البلد واللي برات البلد. دكتور، بداية هذا موضوعنا موضوع تطور النطق الطبيعي. يا ريت لو تحكوا لنا شوي عن هذا الموضوع. شو بنعني بالتطور النطق الطبيعي عند الأطفال؟ الطفل طبعا اول سنتين ثلاثة من عمره بشكل عام بيمر مراحل تطور كثيرة، سواء باللغة او بالحركة او بالعادات. يعني كل شيء تقريبا معظم العادات واللغة اللي بكسبها هي بتكون من اول سنتين لثلاث سنوات يعني. ومشاكل النطق بالفترة الحالية كثير تقريبا صاير شائع عند الأطفال يعني. نعم. سواء كان تأخر نطق أو اضطرابات النطق بشكل عام صايرة شائعة كثير. عشان هيك هذا موضوع كثير مهم إنه اليوم نحكي عنه. أكيد. هلا بالبداية رح نحكي إنه شو التطور الطبيعي بالنسبة للغة عند الطفل. يعني الطفل بأي عمر لازم يقول الكلمات أو لازم يقول الأحرف أو الجمل لازم يقولها. هلا الطفل عموما بس يبلش بعمر الأربعة أشهر أو من شهرين للأربعة أشهر بيبلش شيء اسمه المكاغا، يعني الطفل بيطالع أصوات يعني. هلا من عمر 4 أشهر ل 8 أشهر بيبلش بالعربي بنسميه سلسلة الكلام أو المكاغا أو الدرغة اللي بنسميها، يعني ببلش يطالع أصوات كثيرة يعني. هلا من عمر 8 أشهر تقريبا لل10 أشهر بيبلش الطفل يقول ما يسمى بالأحرف الثابتة، يعني بيقول ما يسمى بالأحرف الثابتة يعني أو الساكنة عفوا، بيقول بالأحرف الساكنة بيبلش هدول يلفظون يعني. هلا تقريبا من 10 أشهر للسنة بيبلش يقول أحرف يعني بدون ما يكمل، مثلا با ما دا. فهدول هلا بعمر السنة، من عمر السنة تقريبا لعمر السنة ونص تقريبا بيبلش يعني يقول كلمات بابا ماما. طبعا ممكن يكون يحكي هيك قبل او اكثر، بس عم نحكي نحن التطور الرنج الطبيعي يعني العالمي لكل الاولاد يعني. في اولاد مثلا ممكن يقولوا بابا ماما بعمر 10 اشهر كمان يعني. تماما، مو مشكله، بس عم نحكي شيء العالمي يعني. تماما. التطور العالمي. هلا عموما الطفل لازم بعمر السنه من 15 شهر ل 18 شهر، يعني من عمر السنه و3 اشهر لعمر السنه ونص لازم جباري يحكي من حوالي 10 كلمات ل 15 كلمه يعني. بالضبط. تمام. بعمر 18 شهر لازم يكون طفل عم يحكي من 10 كلمات ل 15 كلمه. هلا بعمر السنتين الطفل قبل عمر السنتين لازم يكون يحكي على الاقل من 40 ل 50 كلمه يعني. الطفل بعد عمر السنتين يعني من السنتين للسنتين و3 اشهر لازم يحكي جمله من كلمتين، يعني بدي اكل، بدي ماما، بدي روح، يعني المهم تكون جمله من كلمتين يعني. تمام. هلا الطفل بعمر السنتين ونص يعني لازم الاهل يفهموا عليه، اهل البيت الاب الام الاخوات لازم يفهموا على كلامه. يعني بعمر سنتين ونص اذا الطفل حكى لازم اهل البيت يفهموا عليه. هلا بعمر 3 سنين لازم يعني اذا الغرباء يعني اذا حيجي حدا غريب على البيت مثلا من جيران او صديق للعائله لازم يفهموا على الطفل بعمر 3 سنين، يفهموا عليه بوضوح يعني. تمام. يعني اذا ما فهموا على الطفل بعمر 3 سنين او الاهل بعمر سنين ما فهموا معه في مشكله عند الطفل يعني. هذا تقريبا بالثلاث سنين هذا المهم عنا يعني. لازم الاهل لعمر 3 سنين ينتبهوا على هالمواضيع هاي عند اطفالهم يعني. هلا في اولاد يتاخروا شهر او قبل بشهر هدول مو مشكله يعني. اما هلا يعني هذا تقريبا شيء طبيعي عند الاطفال يعني. تماما. دكتور، هلا بخصوص النطق، امتى فينا نقول انه عن الطفل انه هذا طفل عنده تاخر بالنطق؟ تمام. هلا حكينا عن الطبيعي يعني. هلا مثل ما حكينا ممكن يتاخر شهر او يسبقوا بشهر. فالاهل يقول يعني كل طفل لازم، لا، في نسميه شيء اسمه الريد فلاكس او العلامات الحمراء. يعني اذا الطفل بهالعمر هذا ما عمل هالكلمه هاي او هالنطق هذا فاجباري لازم اهل يسالوا عنه يعني. هلا في 4-5 علامات واضحه مهمه كثير لازم الاهل كثير ينتبهوا عليها. اذا الطفل ما صدر اي صوت، يعني الطفل لم يصدر اي صوت بعمر السنه، يعني الطفل صار عمره سنه
ما في أي مصدر المكاغاة مع مكاغي، تماما. الطفل ما عم يقول أب أم ما مهم. با ما. مهم. يعني إذا الطفل بعمر السنة ما قال أي ما صدر أي صوت، فهذا أكيد لازم الأهل يسألوا عنه يعني. تماما. إذا الطفل بعمر السنة ونص، صار عمره طفل عمر السنة ونص وما قال بابا ماما، يعني كلمة بابا ماما ما عرف يقولها، فكمان هذا الطفل لازم نسأل عنه يعني. مهم. الطفل إذا مثلا صار عمره تقريبا حوالي السنتين وما حكى من 5 ل10 كلمات كمان، طبعا قلنا بعمر السنة لازم يكون 50 كلمة، أكيد. فإذا ما حكى شيء 15-20 فكمان لازم الأهل يسألوا عنه. مهم. إذا صار عمر الطفل 3 سنوات والأهل ما عم يفهموا عليه منيح، فكمان هذا الطفل المفروض نسأل عنه. في شغلات تانية كمان، مثلا إذا كان الطفل عمره سنتين وصار يحكي، صار عمره سنة ونص وكل شيء يحكي بالإشارة، كمان لازم الأهل يسألوا عنه. إذا من سنتين لسنتين ونص وما بيفهم التعليمات الروتينية، مثلا تقول له إذا بدك تقول له مثلا بدي مي أو جيب لي مي، أو هالأوامر الروتينية مثلا، مهم. إذا الطفل ما فهم عليه كمان لازم تنتبه عليه. إذا الطفل عم تصيحه أكثر من مرة، مثلا إذا كان اسمه مثلا عماد مثلا، نعم. إذا تقول اسمه أكثر من مرة وما عم يلتفت عليك، ما عم مهم. يستجيب عليك، كمان مهم. لازم تنتبه عليه كمان. كمان إذا كان الطفل في كتير شغلات، بس هي الشغلات الأساسية اللي ممكن نعم. نركز عليها يعني. مهم. أهم هدول اللي لازم نركز مهم. عليهم. تماما. دكتور، يا ترى في أنواع يعني مسألة تأخر النطق، هل في له أنواع معينة ولا هو التأخر النطق كله هو نمط واحد أو له أنواع؟ طبعا في مم. له التأخر النطق له أسباب، مشان هيك يعني مم. هلا الأهل اللي عم يسمعون هلا بنقول ما معناته كل مم. طفل تأخر بالنطق معناته عنده مشكلة، لا يعني نحن قلنا إنه كل طفل تأخر بالنطق، العلامات اللي حكيناها لازم يسأل عن الطفل، مم. مو ضروري يكون معه مشكلة يعني. تماما. عشان هيك قسموا التأخر النطق ل3 أقسام. مم. هي مسميه تأخر نطق تعبيري، مم. تأخر نطق استقبالي، نعم. وتأخر نطق ثانوي. مم. هلا تأخر نطق تعبيري شو الفرق بيناتهم يعني؟ هلا تأخر نطق تعبيري بيكون الطفل يعني فحصه طبيعي، بنعمل له اختبارات سمع تطلع طبيعية، ممكن حتى صور أشعة طبقي رنين، هدول كل الفحص يتعلق بالطفل طبيعي، نعم. استجابته طبيعي، تركيزه منيح معه مم. يعني بيكون طبيعي. هذا بنسميه تأخر نطق تعبيري، يعني مم. الطفل مجرد ما في يعبر. هاي بعدين بنحكي بالعلاج كيف رح نحكي عنه. أكيد. هلا الشغله الثانيه بنسميه تاخر نطق استقبالي. مم. استقبالي يعني يعني السمع، يعني مم. الطفل ما عم يسمع الكلمه منيح، مشان هيك ما عم يقدر يحكي يعني. مم. لانه السمع هو اللي بيكون النطق عند الاطفال أكيد. او اللغه عند الاطفال. يعني اذا حدا سمع كردي بيحكي كردي، اذا حدا مم. سمع عربي بيحكي عربي، اذا حدا سمع صيني بيحكي صيني. فاذا الطفل ما يسمع منيح اكيد ما رح يحكي منيح يعني. مم. الشغله الثالثه قلنا الثانوي. مم. الثانوي يعني الطفل عنده مشاكل يعني، مثل مثلا ممكن يكون عنده شلل دماغي، ممكن يكون الطفل عنده توحد، مم. ممكن الطفل عنده مثلا اورام بالدماغ، مشاكل عصبية يعني ربما. مشاكل عصبيه، مم. شيء مثل ما كان طفل خديج، كان نعم. في كثير اسباب ممكن نعملها. ممكن يكون عنده مشاكل بالفم، مم. يعني في كثير اسباب ممكن يكون عنده حتى. فهي بنسميها تاخر نطق التعبيري، وتاخر نطق الاستقبالي، وتاخر نطق الثانوي يعني. مم. تماما. دكتور، العوامل المسببة لهذا المرض أو الحالة هاي، لكل المرض لكل شيء في له أسباب، يعني يا ترى شو السبب أو العوامل المسببة؟ أهم يعني مثل ما قلنا في شيء اسمه تأخر نطق الثانوي يعني مهم. أو الاستقبالي. في أسباب مهمة كثير لازم نحكي عنها. هي مثلا ممكن يكون عنده مشاكل بالتشريح الفم، يعني مثلا مهم. عنده انشراح الحنك، انشقاق شرايين الحنك أو تشوهات بالحنجر، هذول ممكن يكون أحد الأسباب. ممكن يكون عندهم مشاكل مثل ما قلنا دماغية، مثلا مهم. ممكن يكون عنده شلل دماغي، يعني طفل عنده نقص اكسجين حوالي، تماما. بنسميه شلل دماغي يعني. مهم. ممكن يكون عندهم تشوهات بالدماغ، ممكن يكون عندهم اورام بالدماغ، ممكن يكون مشاكل استقلابيه مهم. او وراثيه، هدول كلهم بنسميها مشاكل دماغيه. مهم. ممكن يكون عندهم مثل ما قلنا مشاكل بالسمع، سواء تشوهات خارجيه مهم. والصوانه، هدول ممكن يكون عندهم مشاكل بالسمع الداخلي سواء تماما. على مستوى الدماغ. ممكن يكون عندهم اضطرابات بنسميها سلوكيه، يعني مثل طفل مهم. التوحد، او حتى اضطرابات طفل عنده متلازمه فرط النشاط، نقص التركيز، هدول يكون عندهم مشاكل ثانويه. في اسباب كثيره، هدول فينا نحكي نقول اهم الاسباب اللي فينا نحكي عنها يعني. تماما. دكتور، يا ترى سؤال بيطرح نفسه، كل تأخر نطق بيثير للقلق أو
ما بيثير للقلق. شو رأيكم أو شو نصيحتكم للمستمعين للي بيعنيهم هالكلام هذا؟ تمام. مهم. شيء إنه الأهل ما يتأخروا يعني. مهم. يعني مثل ما حكينا يعني، مثل خاصة لما جينا نصير مثل العلامات الحمراء. تماما. يعني الطفل ما صار عنده سنة، الطفل ما في أي صوت، طلع في العمر صار عنده نص ما بيقول بابا ماما. مهم. يعني أهم شيء الأهل يعني يستعجلوا ويسألوا عن الطفل. طبعا مو كل مهم. طفل تأخر بنطق معناته عنده مشكلة أو تخوف لا. نعم. اهم شيء نطمن لما زياره الطبيب الخاص بالطفل يعني. مهم. هذا كثير بيريح الاهل يعني. هو الطبيب فيه يفرق انه الطفل عنده مشكله كبيره ولا عنده مشكله صغيره ولا ما عنده مشكله. مهم. يعني اذا كان تاخذ نطق تعبيري فغالبا الطفل راح يتحسن. يعني في توصيات نقول للاهل يعني مهم. انه مثلا الاهل لازم يبعدوا عنه الموبايلات، لازم يبعدوا عنه التلفزيون، مثلا مثل برامج كثيره سريعه كثير على التلفزيون. مهم. ممكن اذا في مشاكل بالعيله نخبروا عنها. فمو مهم. ضروري الاهل يخافوا يعني. مو الاهل والله كل طفل تاخر بالنطق معناته في مشكله كبيره عنده لا. مهم. في اذا كان تاخر نطق تعبيري فالطفل راح يتحسن. مهم. حتى اذا كان تاخر نطق استقبالي، اذا كان عنده مشكله بالسمع بالعكس. مهم. يعني طفل نعرف انه عنده مشكله بالسمع بعمر 6 اشهر لسنه احسن بكثير ما نعرف عنده مشكله بالسمع بعمر 3 سنين و4 سنين أكيد. يعني. لانه في يعني العمل سواء كان بده عمليات او سماعات، كل مهم. ما بكرنا بالحط وكل ما كان نحط هالاجهزه هاي كل ما كانت احسن للطفل. أكيد. حتى اذا كان ثانويه، اذا كان عنده مشاكل بالدماغ، كل ما عرفنا السبب ابكر كل ما كان العلاج اسهل يعني. أسهل. نعم. فمو ضروري كل طفل تاخر منطق يكون لا، طبعا لا يعني. مهم. بس كل ما تسرعنا انه نعرف الطفل عنده مشكله ولا بيكون احسن يعني. أكيد طبعا. دكتور، دائما بكل مرض أو كل حالات بنسأل الموضوع العلاج. هلا طرق العلاج شو هي أنتم كأطباء أمراض عصبية عند الأطفال اللي بتتخذوها؟ يا ترى هي في بتستعملوا أدوية كمان، أو هي توجيهية، أو هي في تمارين معينة؟ طرق العلاج عندكم كيف هي؟ هلا نحن اذا بدنا نحكي عن طريق العلاج مثل ما حكينا، مشان هيك التصنيف مهم. مهم. يعني اذا كان تاخذ نطق تعبير عن طفل فحص وما في شيء، ما عنده اي مشاكل ثانيه غير انه عنده مشكله بالنطق. مهم. حتى النطق بيختلف يعني. في دلوقتي تاخروا بالنطق، في عندهم كل مشاكل بالتعبير. يعني مثلا يكون عندهم تأتأة او مهم. تلعثم بالكلام، كل هدول عندنا بيختلفوا يعني. هلا معظم اذا الطفل عنده تاخر نطق اذا ما عنده مشكله، مهم. الطفل ما عنده مشكله دماغيه وما عنده مشكله توحد، فغالبا يعني هي اكثر شيء بنعتمد على الدعم النفسي والسلوكي. مهم. يعني في خطوات مهمه كثير يعني الاهل والطبيب لازم بنسميه مهارات التواصل. مهم. يعني مثلا نستنى الطفل ينهي من حكيه يعني. مو اذا الطفل تاخر بالنطق او بلش يتلعثم فنقطع حكيه ونقول له ليش عم تعمل هيك او مهم. ليش، او نأنبه كثير. بالعكس نخليه دائما يشعر بالثقه بحاله يعني. تماما. فدائما نستنى الطفل. حتى لو مثلا في طفل يقول والله ابننا يعلق لسانه مثلا بالعاميه مهم. نحكيها، مهم. مثلا بده يحكي بابا نقول اب اب اب، مهم. فالاهل بيصيحوا عليه لا غلط يعني. بالعكس مهم. حتى اذا بده يحكي جملتين، حتى لو استنى دقيقه او دقيقتين، فالافضل انه نخليه نستنى الطفل انه يكمل الحكي يعني. تماما. وكمان مثل ما نقول يعني الامتناع عن الصح مفرط يعني. ما دائما نقول لكل طفل اذا بده يعلق كلمه نبلش نصحح له. بالعكس مهم. دائما نخليه نعطيه المجال يعني المجال الاكبر او المساحه الاكبر انه يحكي على راحته. هذا الطفل بس يتشجع راح يتحسن نطقه يعني. مهم. وحتى اذا الطفل مثلا اذا حسينا بعد اسبوع او 10 ايام بلش يعتمد على حاله ونطقه يتحسن، نعتمد من مبدا الثناء يعني. مهم. نجيب له هديه، عكس نطالعه التوبيخ مشوار. يعني. ايوه مهم. يعني احسن من التوبيخ يعني. مهم. نجيب له هديه، نجيب له هديه مثلا، تحفيز نطالعه يعني. مشوار، اي شيء يشجع الطفل انه يتحسن يعني. نعم. كمان في شغلات مهمه مثل من دائما نتواصل مع الطفل. الاهل مثلا دائما يخلوه نص ساعه الصبح ونص ساعه المساء يحكوا مع الطفل، يحكوا له اي شيء يعني. مهم. قصه، يحكوا له شو صار معهم بالبيت، يحكوا له شو صار معه بالشغل، مشان الطفل يتحسن تركيزه، يتحسن قدر يعني الكلمات عنده يعني. حتى مثلا دائما نسال الطفل، نخليه نسال الطفل مشان يتشجع على الحكي. دائما نسال مهم. الطفل مشان يتشجع على الحكي يعني. مهم. في كثير مواد تانية. طبعا اذا كان عنده مشكله مثلا سمعيه، هاي اذا مهم. كان داخل نطق تعبير. طبعا في شغلات ثانيه كثير مهمه لازم نركز مهم. عليها، انه مشكله التواصل مثلا يعني. مهم. التواصل شبكات مثل مهم. الموبايلات، أكيد. التلفزيون، هدول يعني. هاي اهم الاسباب اللي يخلي الطفل عنده مشاكل بالنطق. مهم. حتى الخوف السلوكي يعني. مهم. يعني ما بنعرف الطفل لما يتفرج على اليوتيوب شو عم يتفرج أكيد. يعني. تمام. احيانا بسبب عنه صدمات نفسيه كمان. مهم. فمساله هو هذا الموضوع كان سؤالي دكتور، اللي كان راح أختم فيه لقائنا. يا ترى دكتور، ضمن سياق حديثكم من شوي أيضا ذكرتوا موضوع التواصل الاجتماعي، الوسائل التواصل الاجتماعي، يعني هل له دور بتأزم هاي الحالات أو تفاقم هالحالات سواء النفسية أو موضوع النطق؟ طبعا هي من اهم الاسباب، مو له دور مم. يعني فيها، بقول مم. من اهم الاسباب اللي تخلي الطفل اذا بدنا
التعبيري أو اضطرابات السلوك عند الأطفال، فهي أهم الأسباب اللي بتعملها المشاكل هي الشغلتين. أول شيء المشاكل العائلية سواء كان بين الزوجين. الأب والأم يعني، أو بشكل عام المشاكل العائلية أو الصدمات العاطفية اللي عم تاكله، خاصة يعني بهالفترة الحروب هدول كتير صار عندنا مشاكل نعم. تأخر عند الأطفال من كتر بشكل كل شيء بيصير حوالين الطفل يعني. نعم. والشغلة الثانية المهمة هي الموبايلات. يعني مثلا تيجي الأم بدها تشتغل، بدها تحط ابنها قدام طيور الجنة وتروح تترك الطفل ساعة ساعتين وهي مبسوطة، ولا ابني ما زعجني اليوم يعني أنا عم بشتغل، الطب يكون حاطها قدام طيور الجنة. أو مثلا القنوات اللي فيها حركات سريعة كتير، يعني في أفلام كرتون يعني بشوف الطفل بيتفرج عليه، يعني أنا لما بتفرج على التلفزيون يعني أنا ككبير مثلا بخاف أتفرج عليه، فكيف الطفل اللي عمره سنة أو سنة ونص سنتين يتفرج عليه يعني. نعم. هاي الموبايلات يعني هاي قصة الموبايلات اللي دائما بحب أجيب سيرتها أكيد. يعني ما ضل طفل عمره سنتين بلدنا، يعني بحكي لك 50% من الأطفال اللي عمره سنتين إلا والأهل بيقول هذا التاب لابني، تماما، هذا الموبايل لابني، بيفتخروا يعني بيفتخروا بالشغله هاي. نعم. هذا غلط. الطفل نعم. للأسف الطفل ممنوع يعني في قوانين للطفل يعني اللي يتفرج على التلفزيون الموبايل تحت 12 سنة مفروض طفل ممنوع الطفل يتفرج على الموبايل الأصل يعني. حتى التلفزيون في ساعات محددة لا يعني تحت عمر 6 سنوات نص ساعة لساعة، من 6 سنوات ل 8 سنوات ممكن يكون ساعة، من عمر 8 سنوات ل 12 ساعة ممكن يكون من ساعة لساعتين. هاي نعم. أكثر شيء هاي التلفزيون. أما الموبايلات ممنوعة يعني ممنوعة منع ذاتا يعني حدا يتفرج عليه. فكيف يعني دائما نشوف الأهالي طفل عمره سنة أو طفل عمره سنتين أو حتى 3 سنوات كل طفل عنده موبايل وعنده تاب، يعني بيفتخروا بهالشغله هاي، والله أولادنا كلهم عندهم تاب. هذا غلط. أنت بتريح حالك، ممكن على حساب ساعة ساعتين لما يكون عمره صغير، بس هذا كثير بتأثر على يعني بالمستقبل على تركيزه وعلى ذكائه يعني. أكيد. دكتور، سؤال لأحدى المشاهدين على بثنا المباشر. بتحكي أم محمد، هي يعطيكم العافية، أنا ابني عمره 7 سنوات وعنده حكي قليل. كل ما كنت أقول للدكتور الأطفال إنه ما يحكي قال عادي، لبين ما حسيت عليه من 1.5 سنة إنه ما عم يسمع منيح. أخذته على دكتور، عمل له تيست، عنده نقص سمع بالاثنين يعني، ومن سنة جبنا له سماعة صار تحسن، بس مو مثل الأطفال اللي بعمره. يا ترى رح يتحسن مع الوقت؟ وشكرا. تمام. هلا بما انه بلشوا يعني يحطوا له سماعات، بما انه بلش نطقه يتحسن، فغالبا ان شاء الله رح يتحسن. مثل ما حكينا دائما نحكي، لو هذا الطفل لو عرفنا بعمر السنه او السنه ونص او السنتين ونحط له سماعه احسن ما ينحط له بعمر ال6 سنين يعني. مشان هيك دائما نقول يعني اي شك، حتى لو اي شك انه الطفل ما عم يعني عنده تاخر بالكلام او تاخر بالنطق، يعني دائما، وحتى مو غلط دائما كنا نقول حتى رفقاتنا اطلبوا يعني صار عمره سنتين وما حكى اي كلمه، جميع الاستقصاءات اللي ممكن تفيد الطفل اعملها، حتى يعني مثلا تحطيط بزع دماغ او الصوره الاورانيه للدماغ فنعملها، لانه حتى لو كان شويه مكلفه، لانه هذا الطفل اذا ما سمع هاي المشكله الكبيره يعني. تماما. والله اذا تكلف شيء بعمره، حتى لو كان في استقصاءات زائده شوي كمان يعني، خاصه مثلا تخطيط بزع دماغ لطفل بشك انه عنده يسمع، حتى لو كان بس نعرف انه الطفل ما عم يسمع منيح بعمر سنه او سنه او سنتين احسن ما نعرف بعمر 6 سنوات. بالضبط. هلا عرف بعمر 6 سنوات احسن ما نعرفه بعمر 10 سنوات. فنحن نقول ان شاء الله يعني هالطفل هذا مع الوقت أكيد إن شاء الله يعني. إن شاء الله يا رب. بنهاية اللقاء هذا بشكركم كثير الدكتور أحمد اختصاصي بالأمراض العصبية عند الأطفال. شكرا كثير لكم دكتور. مشاهدينا بنختم لقائنا. بتشكر لكل مين استمع لنا، ونتمنى تضلوا بخير وسلامة للأسبوع القادم. بتشكر زملائي بالكنترول أيضا للي كانوا متعاونين معنا، لورينو هيلوز. كنت معكم وراء الميكروفون عماد خلف. للأسبوع القادم تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.